السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة بقى معانا توكة أستيك جميلة جدا وبسيطة زي ما انتوا شايفين، سهلة مش صعبة. أنا بحاول أختار لكم من الموديلات السهلة اللي نقدر نشتغل فيها. بصوا شكلها من ورا من الخلف كده وشكلها من الأمام كده. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. عندي 4 شرايط مقاس 24 سنتي في عرض 4 سنتي، 4 شرايط من 4 سنتي. وعندي قماش استراس زي ما انتوا شايفين كده، هو 12 سنتي في عرض في مقاس يعني 10 سنتي، يعني ايا كان بقى طول في عرض 10 في 12، بس هو 12 سنتي عرض. الطول بتاعه عشان الاستراس طبعا الطول 10، ادي 12 سنتي زي ما انتوا شايفين كده. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. ف10 سنتي ادي القطعة دي، وهنا 4 شرايط مقاس 24 سنتي اهو، مقاس 24 سنتي. عايزين 4 شرايط ستان مضلع 24 سنتي. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. طبعا الاستيك بتاعنا معانا قدامنا اهو. هنيجي نعمل كده، نتنش كل شريطين، بصوا، ونحطهم في بعض كده. عملنا بيهم السبعة الحلوة دي، بصوا المنظر. هشبك بقى بمشبك، انا ظبطتهم اهو، اشبكهم بمشبك سهلة قوي. بصوا هي التوكة نفسها بتعمل نفسها بنفسها. هاتني كده والتانية، بصوا التانية ازاي، التانية هي لما تنت، يعني اصلا التوكة هي اللي عاملة نفسها مش احنا. ادي كده اول جزء منها، اول جنب هشبكهم اهو. هعملهم تاني، انا هعملهم كذا مرة معاكم. هتنيها كده واروح نازلة بيها بالطريقة دي، والتانية طبعا تنت على هناك كده اعملها بنفس الطريقة. يعني هي التوكة انت مجرد انك بتعمليها هي بتعمل نفسها بنفسها، تعمل شكلها بنفسه. هننزل على اللي هي راس المثلث اللي احنا عملناه في الاول ده. بصوا ادي كده انا بتنيها كده. انا حاولت اجيبها من ورا البتاع، من ورا الشريطة التانية، فلقيتها ما نفعتش فرجعت تاني عملتها. بصوا هنا لو عملتها كده مش هتبقى حلوة، بصوا هتدي منظر مختلف خالص. فطبعا لازم اعملها بنفس الطريقة اللي انا عاملة بيها اللي التانية اهو. بصوا انا كده اهي. طبعا ايه لما اتعملت كده اهي، ادي واحدة. التانية بقى اهي رايحة هناك، هي بتعمل نفسها ايه بنفسها اهي. ادتني المنظر ده. التوكة ممكن اشتغلها على اي ناحية، بس انا فضلت المنظر اللي هو الحلو ده اللي فيه راس المثلث اهو. بصوا عملتها تاني اهي، ادي اهي. اروح نفس الشريط عاملة نفسها، اروح راجعة بيها اهي كده. خلصت نص توكة، نص الفيونكة اللي معانا. بصوا اديت منظر ازاي. حاجة بسيطة أوي وسهلة. نبدأ بقى في السراجة. ادي التانية نفس الطريقة، يعني ما هي صعبة ابدا.
اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. احاول اظبط راس المثلث اللي هو معمول مع الشريط عشان يبقى كله مظبوط وماشي مع بعض. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. فضلا وليس امرا يا حبيبي، اللي وصل معايا لحد كده في الفيديو يعمل لايك ويعمل سبسكرايب، واللي ما اشتركش يشترك ويفعل زر الجرس على كلمة الكل عشان يوصلوا مننا كل جديد. ما تنسوش يا حبايبي عشان الفيديو يترفع لأكبر عدد من حبايب. بصوا اديني كشكشت، اتبت بقى الفتلة. انا عدت عليها كده كام مرة. بصوا اهي منظرها بقى حلو قوي وكيوت قوي، حاجة كده جميلة وسهلة وفي نفس الوقت موديل مش صعب ابدا. يعني اللي يشوفه يقول الموديل صعب، لكن هو الموديل سهل جدا. هسرج بقى الجزء التاني. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. طبعا المقاسات قدامكم على الشاشة، ما تحتروش. الستيرة مضايقاني قوي، ليها عايزة تطلع تتصور معانا. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. هنا بقى شديت الكشكشة بتاعتي، هثبت برضو عليها كم مرة. بصوا ده الظهر، يعني كل حاجة. بصوا الأمام شكل والظهر شكل، رغم ان الاتنين بيدوا نفس المنظر. هنا بقى همسكهم مع بعض بواسطة الخيط. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله، عليه أفضل الصلاة والسلام، عليه أفضل الصلاة والسلام. تبتهم مع بعض، هلزقهم بقى بعد كده بالشمع. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. زي ما انتوا شايفين كده حطيت الشمع ولزقتهم في بعض. هنا بقى جبت قماشة الاستراس، هبدأ بقى ايه اعمل الفيونكة بتاعتي اللي هي الداخلية. هبدأ السراجة بتاعتها 10 سنتي في 12 سنتي. هسيب بقى منها حوالي 2 سنتي في النص، بس مش دلوقتي، لما اجي اعمل الناحية التانية. يعني انا مش همشي بالخيط للاخر، انا جيت للنص كده ووقفت قبل النص بسنتي. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله، عليه افضل الصلاة والسلام. هنا بقى قصيت فتلتي، هبدأ بقى اعمل كمان من الناحية التانية نفس اللي عملته في الجنب ده، اعمله في الجنب التاني.
عشان اقفل الفيونكة بتاعتي. هلضم الابرة ابدأ بقى كده السراج نفس اللي عملته في الجنب الاولاني بعمله في الجنب التاني، واسيب فراغ 2 سنتي في النص او سنتي حسب ما انتي عايزة، يعني من 1 ل2 سنتي ممكن تسيبيهم. لو هتعرفي تقلبي على من 1 سنتي سيبي 1 سنتي، مش هتعرفي خليهم 2 عشان طبعا ايه ما يبقاش فيه فراغ كتير في الفيونكة. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. ادي ال2 سنتي اهم اللي هخرج منهم القماش اقلبه. ادي بالطريقة دي. بصوا هبدأ بقى كشكشها، احدد النص بتاعها، هقفل كده بلزقة شمع واحدد النص. لازم المنتصف ده هو اللي بيظبط معانا الفيونكة. اجيب بقى الخيط والابرة وكشكش، ابدأ كشكشة. ادي كده خلصت. هلزقها بقى فوق الفيونكة دي. بقى طلعت 8 سنتي كده بعد ما اتخيطت. احط نقطة الشمع بتاعتي، مش تظبطيها في النص بالظبط عشان ايه ما يبقاش فيه حاجة فيها. هنا بقى جبت الاستيك هلزقه. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله، عليه افضل الصلاة والسلام. زي ما انتوا شايفين كده هي التوكة خلصت. هعمل بقى المحبس بتاعها اللي في النص. انا بعد ما كنت هعملها عادية قلت لا انا هعملها عقدة. بصوا كنت هقطع خلاص وقست، فقلت لا هعملها عقدة كده عشان انا مش هحط ولا فيها فصوص ولا حاجة، لان طبعا شريط الاسترس ده غني عن اي اكسسوار فيها عشان تبقى حاجة هادية. بصوا ادي العقدة بتاعتي اللي انا عملتها، حاجة حلوة قوي بسيطة من شريط اللي 4 سنتي. انا تنيته نصين. قست بقى بعد كده 6 سنتي او 7 سنتي حسب بقى انتي ما هتقصي. قصيت انا كده. احط نقطة الشمع والزق العقدة الاول. انا بلزق اهو من النص الاول عشان العقدة تبقى مظبوطة بالطريقة دي. هنا هحط لولاية في العقدة اديت منظر برضو لولاية بس. اكمل بقى لزقها. زي ما انتوا شايفين كده التوكة ما خدتش وقت، ما خدتش مجهود، ما فيهاش شغل. تبان ان فيها شغل جامد، هي ما فيهاش شغل خالص، حاجة بسيطة كده وحاجة هادية قوي. واللون طبعا الافوية الفاتح ده جميل جدا، لون ولا ابيض ولا بيج ولا كريمي، ده حاجة كريمة خفيفة قوي، لون جميل بجد مع الذهبي الاستراس حلو. زي ما انتوا شايفين كده خلاص
اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. هنا بقى هعززها بنقطتين من الشمع عشان يبقوا ماسكين في الفيونكة، والناحية التانية كذلك. يعني عشان ما تتنيش، ما تبقى ثابتة على طول طبعا لان قماشتها طرية. وكده بفن بسيط طبعا، حاجة بسيطة وسهلة وجميلة زي ما انتوا شايفين، وسريعة في نفس الوقت، ما خدتش وقت. طبعا محدش يقول انها صعبة، هي سهلة قدامكم. وطبعا بفن بسيط يومك سعيد مع ماما شوقة، هتفيدي وتستفادي وتقدري تنتجي وتبتكري كل ما هو جديد في قناتنا. مفيش مستحيل. ودمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم.